يا مساء العسل. يلا بينا نعمل مع بعض النهاردة الترند اللي مكسر الدنيا، كنافة بيستاشيو او كنافة بزبدة الفستق. انا سمعت ان هي باسعار خزعبلية، فيلا بينا نعملها مع بعض. وهنعمل كمان زبدة الفستق لان هي سعرها عالي جدا. الربع كيلو بتاع زبدة الفستق بيبتدي من 400 لو انتي طالعة. فيلا بينا نعمل كل ده مع بعض. هي فعلا شكلها حلو قوي وطعمها حلو قوي قوي قوي، بما اني بحب الكنافة والعشاق الكنافة اكيد يعني والشوكولاتة. وكمان اتصرفت لان انا ما عنديش قالب شوكولاتة كبير نفس الترند اللي طالع. بس قبل ما ابدأ معاكم الفيديو، معاكم منار الكيال، اتمنى لايك وشير، واتمنى كمان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس علشان الترند ده يستاهل. هنعمله كله في البيت بإذن الله. يلا بينا نسمي الله. عندي هنا نص كيلو كنافة متجمدة وبقطعها. انا هاخد بس ربعها او اقل شوية على حسب اللي انتي هتعمليه، على حسب الكمية بتاعتك. بعد ما قطعتها كلها، اللي احنا بنعمله كل مرة ان انا بحطها في الطاسة بتاعتي وعليها سمنة او زبدة، وبعد كده بفركهم كلهم مع بعض وعلى النار تتحمص. عينيكي ما تتشالش من عليها علشان هي بتتلسع على طول. ويلا بينا نعمل زبدة الفستق. معايا هنا 50 جرام فستق متحمص وضربته في الكبة او الخلاط طحن ناعم. بعد ما طحنته وتأكدت ان هو المفروض يتطحن مرة واتنين وتلاتة، هو بينزل الزيوت بتاعته، ده طبيعي. كل بس اللي انا هحطه عليه لما اتأكد ان هو، بصوا زي ما انا بوريكم كده، ان هو مضروب جامد، بضربه مرة واتنين وتلاتة. بنزل عليه بلبن محلى مكثف، ده انا اللي عاملاه في البيت، هو ما يختلفش عن بره تماما. وهسيب لكم طريقة اللبن المحلى المكثف في صندوق الوصف. بعد ما نزلت عليه هضربه كمان مرة كده علشان بس كله يختلط ببعضه. والمفروض ان انا هنا ممكن احط لون اخضر علشان يديني نفس لون الفستق، بس انا محتاجتش ان انا اعمل كده بصراحة، مش محتاجة يعني. بالنسبة لي هو اللون اخضر بس علشان الاضاءة مش واضح قوي. تمام. وهنزل في اي كوباية عندي، وطبعا اللي هيتبقى بشيله ببرطمان في التلاجة لمدة 6 شهور. انا ما كانش عندي القالب الكبير اللي هو الترند يعني اللي طالع، فاتصرفت وجبت الاطباق الفويل دي الصغيرة المستطيلة الصغيرة، وكان عندي قوالب برضو شوكولاتة صغيرين، وعندي الحاجات اللي انا بزوق بيها اي حاجة. اي حاجة عندك اعملي بيها، او شوكولاتة بيضة لو حابة. انا ما كانش عندي شوكولاتة بيضة. هبتدي ان انا انزل بالالوان اللي انا عايزة انزل بيها، او بالحاجات اللي انا هزين بيها البار بتاعي، قالب الشوكولاتة يعني، علشان ده اللي هيبان زي الترند يعني شوية. وكمان عندي الورق الذهب ده حلو قوي بصراحة في التزيين يعني، بحبه. وكنت مسيحة شوكولاتة على حمام بخار، وهبتدي انزل بحبة الشوكولاتة بتاعتي علشان يبقى دي القاعدة يعني اللي هتبان من الوش، وهوزعها في القالب بتاعي وعلى الفريزر على طول. وهكذا برضو مع بقية القوالب اللي عندي. اتأكد بس ان هو مفيهوش اي فراغات، وهجيب القوالب الصغيرة وهبتدي برضو ان انا ازينها بالحاجات اللي معايا. او زي ما قلت لكم، لو عندي شوكولاتة بيضة مثلا هقوم نازلة بيها هي الاول، واسيبها في الفريزر تجمد شوية علشان لما اجي احط عليها الشوكولاتة السايحة تكوني انتي جمدتي الشوكولاتة البيضة بتاعتك، الشكل يعني اللي هيبان. بعد ما نزلت بالاشكال بتاعتي كلها، هبتدي ان انا اخد معلقة شوكولاتة في كل قالب مثلا، وهبتدي ان انا اوزعهم كويس، وبرضو على الفريزر يجمدوا. وطبعا عينينا على الكنافة اللي بتتحمص على البوتاجاز. خلاص كده ان انا بوزع الشوكولاتة في القوالب، ما فيهاش اي فراغات. الكنافة بتاعتي خلصت، وادي زبدة الفستق
هي كل ما بتقعد كل ما بتجمد اكتر. وطبعا لو عندك الزبدة الجاهزة بتسيحيها شوية في الميكرويف. وطبعا زبدة الفستق بتدخليها في حاجات كتيرة جدا، وتقدري كمان تعمليها باللوتس، او تقدري تعمليها بزبدة الفول السوداني برضو. انا ما كانش عندي غير الفستق. تمام، يعني كحشوات على الكنافة. حطيت حبة وبقلب علشان تتطعم كلها بزبدة الفستق. بعد ما قلبتها كويس طلعت القالب بتاعي من الفريزر، وهبتدي ان انا احط عليه الكنافة بزبدة الفستق اللي احنا عاملينها مع بعض، وهفردها. الطبقة اللي انا عاملاها ولا كبيرة ولا صغيرة، طبقة الكنافة بالنسبة لي معقولة جدا على القالب اللي انا عاملاه. وطبعا ده على حسب اختيارك، عايزاها كبيرة عايزاها الحشوة بسيطة براحتك. ابتدي بس ان انا اوزع وابطط. وبرضو القوالب التانية اهي انا بوريكم ان كلها جمدت. القوالب دي صغيرة قوي، فهبتدي انزل عليها برضو بالكنافة بتاعتي وببططها كده، لان هي مش عميقة قوي. خلصت كده كل الحشوات في القوالب دي اهو. هبتدي بقى ان انا اجيب الشوكولاتة اللي احنا مسيحينها وهنزل عليها بس كده، ولا ابسط من كده. بعد ما انزل بالشوكولاتة بس اتأكد ان هي كلها اتغلفت. بس بقول لكم ايه، هي فعلا زبدة الفستق مع الكنافة مع الشوكولاتة والله فعلا طعمها حلو قوي قوي قوي. فانا مش عارفة بقى الطعم الاصلي حلو قوي كده برضو ولا احلى ولا ايه، مش عارفة. وبعدين بيقولوا ان هي مش بتتباع هنا، بتتباع في دبي بس. فانا مش عارفة برضو المعلومة دي صح ولا غلط. عموما انا بخلص بقية القوالب بتاعتي، بغطيها كلها بالشوكولاتة ودخلتها الفريزر تاني. واهي لما طلعت كله متجمد وزي الفل الحمد لله. هبتدي بقى ان انا افتح اللحظة بقى، لحظة الشكل بقى اللي احنا عاملينه. خطير 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 خطير، شكله حلو قوي. عايزه اقول لكم الولاد كانوا واقفين ورايا مستنيين بس يدوقوا. انا دايما بخاف اجرب الحاجات الترندي دي، بس عشان انا بحب الشوكولاته طبعا والكنافه. لا بس طلع طعمها حلو قوي 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 قوي. زبده الفستق فعلا مديها طعم حلو. زي ما قلت لكم تقدروا تعملوا اي حشوات تانية مع الكنافه زي اللوتس او زبده الفول السوداني كتغيير يعني. بالاشكال دي لا شكلها حلو بصراحه. وطبعا لو في شوكولاته بيضة هتبقى حلوه جدا. حتى البار الصغير ده شكله خطير، ده غير الطعم طبعا. وبس، والترند جه لغايه عندك. عايزه اقول لكم انا كل ما بفتح واحده كده وببص على الاشكال اللي فيها لا فعلا حلوه. التغيير مطلوب بصراحه، والاشكال تفتح النفس. فالواحد مبسوط وهو بياكل. انا كنت سايبه اخر قالب في الاتنين دول ساده، مرضتش اعمل فيه اي اشكال خالص. شكله روعه، كلهم تحفه بصراحه. وصدقيني لو انتي دقتي زبده الفستق وهتدوقي زبدة الفستق اللي انا عاملاها باللبن المحلى المكثف، انتي مش هتلاقي فرق خالص. وبرضه هسيبلك طريقة اللبن المحلى المكثف في صندوق الوصف زي ما قلتلك. هو نفس بره، هو بسيط جدا مش محتاج كل الكلام ده. وادي الترند جالك لحد عندك. طعم الكنافة تحفة بزبدة الفستق بيستاشيو زي ما الترند طالع. الاشكال تحفة والطعم خطير. وبس كده، مفيش ابسط من كده بصراحة.
اتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم، واسفة ان انا طولت. اسيبكم بقى مع الترند، كنافة بيستاشيو او كنافة بزبدة الفستق الرهيبة. مع السلامة.